السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فطرنا النهاردة هيبقى كفتة مشوية في الفرن ومعاه مكرونة محمرة. هعمل الكفتة الأول. مقطعة بصلة مكعبات أحطها، هفرمها الأول فرم خشن في الكب. دي بصلة واحدة مقطعة مكعبات، هفرمها في الفرن خشن. أنا مش عايزة البصل او الخضره اللي انا هفرمهم معاه مقرع عشان ما ينزلوش ميه ويخلي لي الكفته لينه. لا، انا هفرمهم فرم خشن قبل ما الميه بتاعت الخضار تنزل. خضار السكينه هبدأ بقى احط طبعا الكبه شغاله اهي، وانا بحط تحت عيني اللحمه احطها وهي الكبه شغاله. بقى مع بعض الكفتة حطينا بقى معلقة صغيرة ثوم مفروم والتوابل، نص معلقة صغيرة فلفل وبهارات كفتة وبهارات لحمة وبابريكا ولورا مطحونة وكزبرة كل ده. واحط لها معلقتين كبار مليانين نشا، واحط لها معلقة صغيرة بيكنج باودر، واحط لها معلقة صغيرة ملح. كده خلاص اهو كل الخليط اتخلط مع بعضه. اطلع بقى الكفتة من الكبة. لو لقيتيها لينة شوية معاكي بعد ما حطيت لها النشا حط لها معلقة تاني، بس هي بتبقى حلوة يعني المقادير دي وبتبقى كويسة. هحطها بقى ساعة في التلاجة عشان تشمع كده مع بعضها. هشيلها في التلاجة لمدة ساعة. بعد كده بقى بعد ما قعدت في التلاجة ساعة، مقطعة انا الخضار ده في الصينية اللي انا هحط فيها الكفتة، عشان دي فرشة تحت الكفتة. قوطة وفلفل وبرضو رومي وحامي وبقدونس وبصل، وبرضو احط نفس التوابل اللي انا حطيتها في الكفتة مع الملح برضو، واعصر ليمونة، احط شوية خل. طبعا الخضار ده بيبقى لما بيتحط فرشة للكفتة بيحميلي الكفتة انها تتلسع مني او تلزق في الصينية، وفي نفس الوقت الخضار ده بيبقى طعمه جميل، بيتاكل برضو مع الكفتة بيبقى طعمه حلو قوي. وزعت بقى الخضار اهو في الصينية، وابدأ بقى اصبع واحط الكفتة فوق الخضار ده. حتى انا في الطبق الصغير ده شوية زيت، اخد بقى قطعة من اللحمة واروح مصبعاها بقى الحجم اللي انت عايزاه، كبيرة بقى صغيرة براحتك. اعملي بقى المقاس اللي انت عايزاه. الكفتة دي بتبقى طعمها جميل قوي.
جربوها وان شاء الله تعجبكم. اعملي بقى معاها مكرونة محمرة، اعملي معاها مكرونة بصلصة، اعملي معاها رز اصفر بتاع المشاوي، رز ابيض، اي حاجة بتليق معاه. عملتها اهو، احطها بقى في الفرن في الشبكة اللي في النص، وافتح عليها الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة متوسطة، واسيبها بقى لغاية لما تتعمل يعني تستوي. هنا بقى هعمل المكرونة. انا مرة عملت الكفتة دي وقدمت معاها رز المشاوي الاصفر في فيديو قبل كده. المرة دي بقى قلت اغير واعمل مكرونة محمرة. حمرت المكرونة، بعدين حطيت عليها بصلة مبشورة. البصلة برضو بتدي طعم جميل قوي للمكرونة، مع معلقة توم مفروم. كل الخضار اللي انا بحطه ده بيدي اضافة وطعم جميل قوي للمكرونة المحمرة. اللي ما جربش المكرونة المحمرة بالخضار ده يجربها، جميلة، تبقى حلوة قوي. وده قطيتين مقطعهم برضو مكعبات صغيرة. كل حاجة احطها اديها تشويحة كده، والتوابل فلفل اسود وبهارات وكزبرة ولورا مطحونة. كل حاجة تحطيها تشوحيها شوية مع المكرونة، ومعلقتين كبار صلصة. عندك بقى شوربة، حطي اسقي بيها المكرونة. عندك كيس شوربة، حطي مية سخنة ومعاها مكعب مرقة. وقلبت بقى المكرونة، وهسيبها بقى على عين متوسطة عشان تتشرب. هنا بقى كانت بدأت اهي تتشرب. النوع ده من المكرونة بيتاكل سخن، يعني يتعمل ما يتركنش، يتعمل كده تروح مقدماها على طول، يعني فاهمة، ما بيتركنش. وهنا بقى وطيت عليها بعد ما اتشربت وكانت استوت بقى. وادي الكفتة طلعت من الفرن اهي لسه، بص بدخنها. بعد كده قدمت الاكل بقى، حطيت الخضار في الطبق الاول، وبعدين حطيت عليه الكفتة ومع شوية ترشي بقى. عايزة تعملي سلطة، وبألف هنا وشفا.